السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة وصفة طعمها جميل جدا وسهلة وخفيفة وسريعة. هعمل لكم السجق الاسكندراني بالخلطة المميزة اللذيذة، وهقدم معاه بطاطس محمرة وشيبسي وبصل أخضر وجرجير وفلفل حامي. طاسة على النار فيها شوية زيت مش كتير عشان السجق هينزل الدهون بتاعته. اشوح السجق في الزيت شوية على نار عالية، ومش هملح ولا هتبل السجق لان السجق فيه الملح والتوابل بتاعته. هنا انا حطيت طاسة تانية فيها شوية زيت واحطها تسخن، وحطيت معلقة صغيرة توم مفروم للسجق عشان يديه طعم وريحة حلو. واحط في الطاسة التانية بصلة كبيرة مقطعها صغير واقلب، واحط للبصلة معلقة صغيرة توم مفروم ومعلقة صغيرة ملح وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا، واقلب وانا كده بملح وبطعم البصلة واقلبهم كويس مع بعض. وهنا السجق كان يتشوح كويس واستوى. احط له الفلفل الحامي او الرومي زي ما بتحبي، واقلب عشان ياخد من طعم السجق. وهنا انا شلت السجق والبصله اتشوحت كويس، احط لها 3 طماطم كبار ناشفين مقطعين صغير واقلبهم مع البصل، واسيب الخلطه الجميله دي اللي هتتاكل من حلاوتها قبل السجق، واحطها على السجق واقلب بقى الجمال ده كله مع بعض، واسيبه بقى يتشوح شوية على النار عشان الأطعمة تخش في بعضها. وهقدمها مع بطاطس وشيبسي، بطاطس محمرة وشيبسي وبصل اخضر وجرجير وفلفل اخضر. عايزة تاكليها بعيش بلدي كده تبقى جميلة قوي. عايزة تعمليها سندوتشات فينو وسلطة طحينة وترشي هتبقى احلى واحلى. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.